لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. نشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا رسول الله، نبي الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم، من التزم من المسلمين بسنته لحق بعترته وحشر في زمرته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين علموا أن الدنيا فانية فما تمسكوا بها قيدهم المنى، وعلموا أن الآخرة هي الباقية فما تخلوا عنها طرفة عين، فأحياهم الله حياة طيبة ففازوا بسعادة الدارين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، إن الخطب لجلس وإن الموقف لصعب، وإنا على فراق المأذون لمحزونون. الرجل تربى منذ نعومة أظافره وظهرة عمره وبيعة الصفات في طاعة الله تبارك وتعالى. كان تلميذا نجيبا، وكان طالبا متفوقا، وكان مدرسا فزا، وكان ناصرا عظيما، وكان مديرا كبيرا، وكان مأذونا رحيما. رجل كان عند الروح لا من الغضاضة، ولكن كبرا أن يقال به كبر. رجل أماته الله ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر، فيا مأذون عليك سلام الله وفقا، فإني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، إذا شجرات العرف كسرت فصولها، ففي أي فرع يوجد الورق النضر. رحم الله مأذوننا رحمة واسعة بقدر ما أعطى للإسلام والمسلمين، حيث كان رحمه الله رحيما بالناس، عالما من العلماء الأفاضل، جاهلا من جهابذة اللغة العربية، محبا لإخوانه، محبا لأهله، محبا لبلده، حقا فقدت البلدة كلها رجلا من أعظم الرجال وأفضلهم، وعالما من العلماء الكرام، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أنها تجمع لتفرق
وتفرق لتجمع، وتلكم هي سنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعجبنا في مأذوننا إذا تذكرنا مصيبة حلت بنا، فيجب علينا أن نتذكر مصابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تذكر مصابه في رسول الله هانت عنده كل مصيبة، فليس المصاب من فارق الأحباب، ولكن المصاب من علم الثواب. ونحن نعلم أن الموت حقيقة ثابتة لا مناص فيها ولا حد عنها. نحن نعلم أيضا أننا مبعوثون بعد الموت، وليس بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار. وحينما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزن الصحابة لفراقه حزنا شديدا، حتى قال عمر رضي الله عنه من شدة حبه لأشرف الخلق وحبيب الحق المصطفى محمد من يزعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه. وإذا بأبي بكر عند رسول الله وهو مسجل في حجرة عائشة، فقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى حتى ابتلت لحيته، ثم قال يا رسول الله ابت حيا وطفت ميتا، ثم خرج فخطب الناس فسكن روعهم وآمن خوفهم، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسكن عمر رضي الله عنه وهدى وقال سلام عليك يا رسول الله، لقد بلغ من قولك أنك آخر الأنبياء ظهورا، ولكن الله قد ذكرك أول الأنبياء فيما قال الله وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، سلام عليك يا رسول الله، إن أهل النار في النار يعذبون ثم ينادون فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، سلام عليك يا رسول الله. فإذا كان موسى بن عمران ضربت حجرة فانفجرت منه 12 عينا، فلقد نزعناه من بين أصابعه الشريفة فشرب منه الجميع حتى ارتوى منه الكيل الكثير. سلام عليك يا رسول الله، إن نوحا عليه السلام قد مكث في قومه 1000 سنة
إلا 50 عاما، فما أمن معهم إلا قليل، حتى قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأنت يا رسول الله لقد شدت رباعيتك ودميت قدرك وعسفت من قومك وأهلك، ولو دعوت علينا لأهلكنا، ولكنك قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعقله ويذكره إلى يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعتاقنا في مأسولنا هذا الرجل الذي التحق بجوار ربه، وإن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولو كانت الدنيا ملكها وفضة وذهب ومرجان، وقد خير أن يرجع إليها مرة أخرى لاختار الدار الآخرة، لأنها هي دار القرار. وقد ظهرت مبشراته عند خروج رسله رحمه الله رحمة واسعة، وعتاؤنا فيه حينما توفي العباس عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحزن ابنه عبد الله عليه حزنا شديدا، وكان الناس يعزونه، فكان لا يتقبل منهم تصدرا ولا عزاء، حتى خير الله له رجلا دخل عليه فقال له قولة سجلها له التاريخ، قال له يا ابن عباس اصبر لكم بعدك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس، فخير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس، فالله خير منا للمأسون، يجزيه خير الجزاء على ما قدم في حياته الدنيا من طاعة وصلاة وإصلاح وتقوى. ولقد ربى المأسون فأحسن التربية وأدب فأعظم الأدب، بارك الله في عقله وعقل عقله إلى يوم الدين. والله أسأل أن يجعل من ذريته خير خلف لخير السلف، أن يجعل بيته عامرا إلى يوم الدين، كما أسأل الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة. اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، واجعله في كفالة إبراهيم وفي شفاعة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. تقبل الله عزاءكم جميعا وعظم الله أجركم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.